تعالوا نعمل سوا اليوم بسكوت التمر بطريقة كتير بسيطة، عجينة كتير سهلة، بدون زبدة، بدون سمنة، بدون بيض. مكونات كتير سهلة وبسيطة تتوفر، ورح نعملها بأسهل طريقة. تعالوا نبلش. أول خطوة بدي نص كباية من السكر مع نص كباية من اللبن الزبادي، حوالي معلقة صغيرة من الفانيلا، ورح أخلطهم كتير منيح لحتى يتجانسوا مع بعض. وفينا نستعمل كمان السكر البودرة. هلأ رح نزل فوقهم نص كباية من الزيت النباتي، ورح أخلطهم كتير منيح. بعدين رح حط مصفى ورح انخل 3 معالق كبيرة من الحليب الباودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان كبايتين من الطحين. ضروري ننخل المواد الجافة كتير منيح مع رشة ملح. رح انخلهم لحتى يبطل عندي اي تكتلات بالعجينة. وبعدين رح لم مكونات العجينة على بعضها. هون ما منعجن هيدي العجينة، مجرد انه نلمها على بعضها رح تنلم وتصير عندي بهذا الشكل طرية. رح ريحها لمدة 5 دقايق قبل ما نحضر الحشوة. بدي نص كيلو من التمر المطحون، وفوقهم رح حط 3 معالق كبيرة من الزيت النباتي ورشة من القرفة. فيكن تحطوا هيل أو أي مطيبات انتو بتحبوها. رح أدعك التمر كتير منيح لحتى يختفوا كل المكونات اللي زدتها ويتجانسوا. بعدين رح اخد الصينية اللي رح أعمل فيها البسكوت، رح احط فيها ورقة نايلون ورح مد فيها التمر. هيدي اسهل طريقة لحتى تكون جاهزة ويطلع كل التمر على سوات بعضه، مش ميلة اسمك من ميلة. من بعد ما فردتها على النايلون، هلأ رح شيلها عن الصينية ورح احطها على جنب، وهيك بنكون اخدنا قياس الصينية بالتمر. ورح احطها على جنب. بالنسبة للعجينة رح اخد نص العجينة ورح مدها كمان على نايلون. هيدي الطبقة اللي رح نحطها على الوجه. كمان رح ناخد قياس الصينية ورح نشيلها على جنب. هلأ الصينية رح ادهنها زيت نباتي. طبعا انا هون بحب استعمل ايدي، ورح افرد العجينة النص الاخير، رح افرده كتير منيح بايدي. العجينة كتير طرية وفينا نملسها شوي بالزيت النباتي. هلأ رح جيب التمر يلي فردناه بالاول على النايلون ورح انزلها شوي شوي، وما بيأثر اذا نزلت بهيدي الطريقة. منمسدها ومنفردها شوي شوي، ومنرجع منحط الطبقة التانية من العجينة يلي فردناها بالاول على النايلون كمان بنفس الطريقة. وبعدين رح زيح العجينة من الوجه من فوق بالشوكة شوي شوي، أهم شي حتى ما تتخزق معنا العجينة. ورح أخبزها بفرن محمى مسبقا على حرارة 180. رح تاخد بين 20 و25 دقيقة من الفرن من تحت مولعين النار، وبعدين منولع الشواية بحدود ال5 دقايق وبتطلع عنا جاهزة. بنتركها ترتاح على الآخر وتبرد تماما وبعدين بتتقدم. صدقوني كتير طيبة، عجينتها بتقرمش وكتير سهل تحضيرها. جربوها واكتبولي رأيكم بالكومنت من بعد ما تجربوها، وكمان اكتبولي من أي بلد عم تشوفوني، وأي وصفات بتحبوا نعملها سوا اكتبولي كمان بالكومنت. وآخر شي بدي أقلكن صحتين.